hello everybody, welcome back. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن درس جديد. هنتكلم عن if conditions. طيب if conditions درس علينا في مراحل مختلفه من المناهج عندنا في الدراسه بتاعتنا. بس هنتكلم النهارده ان احنا نبقى عارفين ان if حاله if دي الكيس بتاعت if ليها 4 conditions 0 1 2 3. طيب تعال نتكلم نشوف كل حاله منهم ايه الكيس بتاعتها، بيجي وراها ايه الكونديشنز، الشروط، حاجات اللي بتخصها يعني. طيب خلينا نبتدي اول حاجه f 0. طيب وزي ما اسمها كده f 0 فدي f حاله صفريه. طيب f الحاله الصفريه، خد بالك ان f دي بنسميها باللغه العربيه كده f الشرطيه. يعني ايه f الشرطيه؟ يعني بيبقى في حاجه اسمها عندنا فعل شرط، ساعات انت بتشوفها في كتابك، بتشوفها في ملزمتك، بتشوفها في اي حاجه ما بتبقاش فاهمها كده. في حاجه اسمها جواب شرط. طب يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ بص، if عبارة عن معناها أصلا إذا أو لو. فبقول لك والله لو أنا مثلا ذاكرت أنا هنجح. فلو كلمة لو اللي هي if، لو أنا ذاكرت دي، لأن أنا ذاكرت ده اسمه فعل الشرط. إيه اللي هيترتب عليه؟ إيه النتيجة بتاعته إن أنا لو ذاكرت والله اللي أنا هنجح؟ فده بيبقى اسمه جواب الشرط. بيبقى في حاجة if لو كذا حصل في حاجة تانية هتحصل. if بلا 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 بلو 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 مثلا على سبيل المثال، والله لو 1 2 3 هيبقى فيه 4 5 6 هكذا. طب تعال نفهم اكتر الكلام ده. طيب if 0 دي قال لي والله دي بيجي وراه present simple اللي هو المضارع البسيط، وبعدين الناحية التانية السنتنس التانية بتاعتها برضو present simple مضارع بسيط. يعني ايه بقى الكلام ده يا مستر؟ وهي بتكسبرس ايه؟ بتعبر عن ايه اف 0 دي؟ ليه استخدم اف 0؟ بكل بساطه هي اصلا بستخدم فيها بريزنت سمبل. بريزنت سمبل هو البريزنت سمبل كنا بنستخدمه في ايه؟ هتقول لي كنا في الحقائق والعادات والجداول والمواعيد، نفس الكلام. فاف 0 دي لما اقول لك اف 0 دي بستخدمها في ايه؟ هتقول لي اف 0 دي انا ممكن استخدمها علشان الفاكتس الحقائق، وكمان الهابتس اللي هي العادات. طب جميل جدا. طب ممكن يا مستر تديني اكزامبل؟ عناية، حاضر. اقول لك for example if we heat water، لما بنسخن المية ايه اللي بيحصل؟ it turns into steam، تتحول لبخار. دي حاجة تقول لي والله يا مستر دي حاجة معلومة أنا عارفها، دي حاجة بديهية، حقيقة، حاجة بتحصل. أنا كل ما أسخن المية تتحول لستيم، لبخار. فبص كده اف جه وراها present simple. فين البريزنت سمبل ده يا مستر؟ أهو subject فاعل، وعندك verb أهو، verb في المصدر من غير اس اس اي اس، والناحية التانية ادي برضو الفاعل، وادي الفيرب المرة دي حطينا له اس، لأن الاس كنا بنحطها مع الشي والهي والات واي اس مفرد. تمام؟ لو انت محتاج ان انت تبقى متقن الدرس ده كويس، احسن لك ترجع تتفرج على البريزنت سيمبل، على المضارع البسيط. ليه؟ لان انت زي ما انت شايف كده احنا بنستخدم present simple so it turns into steam. طبعا احنا حطينا هنا الاس لان الفاعل هنا السبجكت ات، والات والشي بياخدوا الشي والهي والات واي اسم سنجلر مفرد بحط لهم اس. طيب دي بتعبر عن ايه؟ دي فاكت. طيب ممكن هابت، اكزامبل عن هابت. اوكي اقول لك for example if he goes to the gym، لما هو بيروح الجيم he drinks a lot of water. والله هو عنده هابت. ايه الهابت بتاعته؟ ان هو دايما لما بيروح always دايما لما بيروح الجيم هو بيشرب ميه كتير. فدي بتبقى عباره عن ايه؟ دي هابت، دي عاده. والله اهو بص كده ادي السبجكت وادي فعل فيه اس، والناحيه الثانيه السنتنس الثانيه الجمله ادي سبجكت وادي برضو الفيرب فيه اس. تمام؟ هنا الجملتين present simple present simple مضارع بسيط مضارع بسيط. دي اف 0. تمام؟ تعتبر خلصت. في بس نوت معلومه صغيره جدا 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 عايزك تبقى عارف ايه هي. خد بالك ان اف بتساوي وين، وخد بالك كنت قايل لك كده كذا مره قبل كده ان وين ده بستخدمه في حاجات كتير جدا 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 في الانجليش. مثلا هنا وين مش معناها متى ولا معناها عندما، هنا وين بتساوي اف، فمعناها برضو اذا او لو. اوكي طيب مالها المعلومه دي؟ قال لي خد بالك ان احنا ممكن اف
او when اجيب وراهم الباست participle. طب ده امتى يا مستر؟ قال لي في كيس معينه، في حاله معينه. ايه هي الحاله دي؟ ايه هي الكيس دي يا مستر؟ في حاله عدم وجود مفعول، لو الجمله ما فيهاش مفعول. طيب جميل جدا. طيب انا عايزك تفتكر معايا حاجه مهمه جدا. ايه هي الحاجه دي؟ ان انا هنا لما كتبت لك present simple ممكن البريزنت سيمبل ده يجي جمله عاديه زي الاكزامبلز دي، ممكن يجي السؤال كان بيبقى دو داز فاعل مصدر، او اداه استفهام دو داز فاعل مصدر. ممكن يجي مبني المعلوم جمله عاديه زي دي، او ممكن تيجي مبني المجهول كان بيتكون من مفعول ام واز وار تصريف ثالث الفاعل. عشان كده بقول لك احسن الافضل ان انت ترجع تتفرج على حلقه البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طب جميل جدا. تعال بقى نشوف اكزامبل ده. بص كده في الاكزامبل هقول لك اهو if water is boiled، لو الميه اتغلت it turns into steam. فوكس كده معايا، ركز معايا. لو خدت بالك انا بقول لك ايه هنا بقى water is boiled، لو خدت بالك من السنتنس دي water is boiled الميه بتتغلى. الجمله دي لو ركزت معايا ده object، بعدين عندك is، بعدين عندك بي بي مضارع بسيط present simple بس مبني للمجهول، وهنا دي جمله مبنيه للمعلوم، ده فاعل وفعل بس، ده معلوم عادي. طب الجمله دي مبنيه للمجهول عادي خالص. قال لي بقى احنا ممكن نشيل المفعول اللي هو ووتر واقول لك والله if boiled it turns into steam، لو اتغلت هتتحول الى بخار. بص كده انا شلت هنا ايه كلمه water، مفيش مفعول، وعشان عندي مفيش في السنتنس دي، مفيش في الاكزامبل ده مفعول، فرحت حاطط بي بي تصريف ثالث للفعل بس. يبقى اف او ان ممكن يجي وراها past participle تصريف ثالث للفعل. ده امتى؟ في كيس واحده، في حاله عدم وجود مفعول. يا ريت ان انت تكتب الانفو دي المعلومات دي ورايا كده في النوت بوك بتاعتك زي ما احنا متعودين. طيب كده اف 0 done خلصت. طيب نتكلم عن اف 1. طيب ايه هي ال F1 دي؟ اللي هي الحالة الأولى ل F first conditional. F الحالة الأولى. طيب مالها بقى؟ بيجي وراها ايه؟ قال لي بص F الفيرست conditional دي بيجي وراها present simple مضارع بسيط. طب والناحية التانية؟ بص بقى الناحية التانية ممكن تجيب كذا حاجة. يعني ايه كذا حاجة؟ ممكن اجيب will، أكتر حاجة مشهورة هي will، أو can، أو may، أو should، أو must. وطبعا كل دول أفعال ناقصة فلازم يجي وراهم فعل في الانفينيتيف. ثانك يو. بس كده ده الفورم بتاعك. طيب هو مستر ممكن تعرفني أنا إمتى ممكن أستخدم will أو can أو should أو way أو must؟ بص بكل بساطة will لو أنت بتتكلم عن حاجة في المستقبل، بتتكلم عن المستقبل عموما. طيب وكان برضه بتتكلم عن المستقبل، بس كان بستخدمها اكتر لو الاكزامبل بتاعي بيعبر عن قدره، لان اصلا كان معناها يستطيع. مي لو في احتمال، لو انا بتكلم عن احتمال. طبعا شود لو انا بتكلم عن نصيحه، لو بنصحك في حاجه. طيب وشو ماست لو انا بعمل لك مثلا نصيحه قويه او بديك الزام داخلي، مثلا انت بتلزم نفسك حاجه زي كده. طيب ماشي، الزام داخلي. طيب تعال نشوف examples بقى عشان نفهم اكتر عن الموضوع ده. بص اقول لك for example، الاكزامبل اللي انت عارفه if you study hard، لو انت ذاكرت بجد ايه اللي هيحصل؟ اقول لك والله you will succeed، انت هتنجح. فبص كده على الاكزامبل ده، ادي اف بتاعتي اهي، ممكن اشيل اف واحطه هنا عادي خالص، وراها present simple مضارع بسيط. طب الناحيه الثانيه ادي السبجكت will ودي الانفينيتيف. تقول لي طب يا مستر كلمه succeed دي اخرها اي دي؟ هقول لك لا، ده الروت، ده اصل الكلمه دي الكلمه هي اصلا اصلها اي دي. ما ينفعش، ما فيش كلمه ان انجلش اسمها succeed بس.
فهي دي اصل الكلمه، ده مش اي دي، ده هو اصل الكلمه. طيب اكزامبل تاني هقول لك. فور اكزامبل if she wants to be fit، لو هي عايزه تكون لائقه بدنيا، she should go to the gym. والله لو هي عايزه تبقى لائقه بدنيا، تظبط الشيب بتاع جسمها مثلا، هي ينبغي ان هي تروح الجيم. لو جيت بصيت كده دي if she wants present simple مضارع بسيط. طب الناحيه الثانيه استخدمت should والانفينيتيف. طب اشمعنى يا مستر هنا استخدمت should؟ عشان هنا دي مجرد ادفايس، انا بس بديك ادفايس. هي لو عايزه تعمل كذا ممكن تعمل كذا، بديها نصيحه. تمام. ممكن استخدم will، ممكن استخدم can، ممكن استخدم may، ولكن هي اقرب حاجه ممكن تنفع هي should، لان انا هنا بديها ادفايس. اوكي. طبعا ممكن استخدم اي واحده من دول عادي. طيب هو سؤال بقى، انا if دي نرجع تاني كده، if بيجي ورا present simple، والناحيه الثانيه will can may مصدر، هي على طول if بتيجي في النص. سوري، على طول if بتيجي في الاول. قال لي لا، if ممكن تيجي في النص بين الجملتين. طب لو جت في النص، بص هعرفك حاجه بسيطه خالص عشان ما تشغلش دماغك. طبعا اف 0 اللي احنا اتكلمنا عنها في البدايه، لو جت في النص مش فارقه، ما هو ده كده كده مضارع بسيط وده مضارع بسيط، مش هتفرق معايا، فاهمني؟ لو حطيتها في النص فكده كده وراها مضارع بسيط وقبلها مضارع بسيط. انما هنا انت محتاج ان انت تفكر. هنا اف وراها حاجتين مختلفتين، ايه هما؟ وراها اول حاجه present simple مضارع بسيط، والناحيه الثانيه will can may مصدر. فانا محتاج اعرف مين اف لما تيجي في النص مين هيروح فين. بص الجمله اللي لازقه في اف هتفضل لازقه في اف، اللي لازق في اف هيفضل لازق فيها. مين اللي وراه اف؟ present simple، فهروح اخليه وراه اف، هيبقى وراها البريزنت سيمبل المضارع البسيط. طب ومين اللي هيجي الناحيه الثانيه اللي غلبان اللي هيتبهدل معانا وهينط الناحيه الثانيه؟ will او can او may او should او must والانفينيتيف. ممكن دول هما اللي يجوا الاول. طيب تعال نشوف كده الاكزامبلز. هي بس الفكره ان انا بدات بس بالجمله بتاعت الفعل الناقص ده will can may should must هكذا. فاقول لك مثلا he must study hard، هو لازم يذاكر بجد. if he wants to be successful، لو هو عايز يبقى successful شخص ناجح he must study hard. ودي هنا اسمها strong advice، نصيحة قوية شوية. أنا بديله نصيحة قوية أو بديله زي إلزام، ممكن تبقى قانون عام برضو إن أي حد بيبقى ناجح بيذاكر كويس مثلا. طيب جميل جدا. خلصت F1؟ لا F1 فيها شوية details أكتر شوية. طيب إيه الديتيلز بتاعتها؟ قال لي مثلا إن أنت عندك F1 مالها؟ قال لي ممكن يجي وراها present simple عادي خالص. تمام ماشي. طب والناحية التانية؟ قال لي بقى الناحية التانية ممكن يجي وراها جملة أمرية، أو ممكن يجي وراها let's دي كنا بنستخدمها هيا بنا للاقتراح وبيجي وراها المصدر، أو ممكن يجي وراها would rather أو had better، والاتنين دول بيجوا وراهم ايه؟ infinitive مصدر. طيب جميل، خلاص عرفت ان اف الحالة الأولى ممكن يجي وراها جملة أمرية. طب هو ايه الجملة الأمرية دي يا مستر؟ شرحتها لك في فيديو قبل كده وسريعا أفكرك بيها. الجملة الأمرية دي حاجة من الاتنين، لو مثبتة فهي بتبتدي بمصدر، طب لو منفية تبقى don't أو never ومصدر. طبعا بقولها لك سريعا لان انا شرحها في فيديو قبل كده، لو انت مش عارفها ممكن ترجع تتفرج على الفيديو القديم بتاعها. طيب
يبقى الجملة الأولانية دي جملة بتبتدي بالمصدر زي ما أقول لك stand up, sit down, go out, اخرج, come here, تعالى هنا، أو don't stand up ما تقفش، don't speak ما تتكلمش، don't listen ما تسمع، never go out اوعى تخرج. دي كلها اسمها جمل أمر أو نهي. let's والمصدر would rather had better. خد بالك لو شفت would rather had better وبالذات would عشان انت دي ممكن تلخبطك شوية. ليه؟ لأن احنا هناخد F2 في الحالة التانية بستخدم فيها would، بس would rather استخدمها حالة أولى would rather المصدر. طب ممكن تديني example يا مستر؟ عادي. بص كده for example if he wants to practice، لو هو عايز practice his English، عايز practice الانجليش بتاعه، انا هنا يعتبر بديله زي advice، فاقول له والله he would rather join us. لو هو عايز practice الانجليش بتاعه هو من الافضل يستحسن ان هو ينضم الينا مثلا. بص كده if اهي جه وراها present simple he wants ده present simple. طب جميل، والناحية التانية اهو الناحية التانية he would rather وراها ايه ده join ده ايه infinitive. تمام. طبعا ممكن استخدم بدالها had better عادي. طب امتى استخدم let's؟ غالبا let's ده لو انا بقول we. اشمعنى؟ لان let's اصلا هي اختصار let us. اوكي طيب تعالى كده نشوف example. for example اقول لك ايه if we go out، لو احنا هنخرج والله let's call all our friends، كل أصدقائنا. طب ليه يا مستر استخدمنا if في الحالة الأولى؟ ما هو بص دي، هو أنا لو جيت سألتك دي في الحالة كام هتقول لي الحالة الأولى، عرفت منين؟ لأن وراه present simple. طيب جميل، والناحية التانية عندك let's والinfinitive. تمام؟ فيها مشكلة كده؟ أعتقد الموضوع سهل مفيهوش أي حاجة، بس محتاج إن أنت تكتب النوتس دي ورايا. طيب جميل. if فيها ديتيلز تانية؟ فيها ديتيلز تانية. ايه هي الديتيلز التانية بتاعتها؟ قال لي مثلا ان احنا if قال لي if ممكن يجي وراها حاجة تانية. ايه هي؟ قال لي ان if ممكن يجي وراها would، ممكن تبقى would like، خلينا would like او would love or would prefer. اوكي طب والسنتنس التانية الجملة التانية هتبقى will والانفينيتيف. خد بالك المعلومة دي مهمة. if case 1 if الحالة الأولى هيبقى الجملتين جملة فيها would والتانية will عادي، بس تبقى would like أو would love أو would prefer. طبعا like و love معناهم يحب أو يود، would prefer بيفضل. طيب for example if I would like to order fast food، لو انا والله هاكل من بره اجيب fast food I will order pizza. انا بموت في البيتزا، فانا لو هاكل من بره بص كده if وراها would like to infinitive would like would love would prefer كلهم بيجوا وراهم to infinitive would like would love would prefer to infinitive. اوكي اهو would like would love would prefer ممكن احط would love او would prefer عادي مفيش مشكله. والناحيه الثانيه السنتنس الثانيه الجمله بتاعتي ادي السبجكت will وادي الانفينيتيف. طب جميل، اكتب الكلام ده عندك في النوت بوك بتاعتك. طيب تفصيله كمان عن F1. قال لي خد بالك بقى ان F1 دي انا من شويه قلت لك بيجي وراها present simple. قال لي مش بس present simple، مش بس مضارع بسيط، ده ممكن وراها كمان مضارع
مستمر او مضارع تام، والناحية التانية هجيب will والانفينيتيف. تاني F1 F الحالة الأولى ممكن يجي وراها أي مضارع. يعني إيه أي مضارع مستر؟ يعني ممكن مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، والناحية التانية will والانفينيتيف. طب اديني كده example. If he is training so hard، لو هو بيتمرن بشكل قوي جدا، قوي جدا، ايه اللي هيحصل؟ مثلا اقول لك والله he will be injured، هو هيتصاب. لو جيت ركزت معايا كده اهو، ادي اف جه وراها ايه؟ present continuous. طب فين يا مستر present continuous ده؟ ما هو يا حبيبي subject is ودي الفيرب ing، فاعل قام وزوار والفيرب ing، ده كان تكوين المضارع المستمر. طب والناحية التانية ادي will، فاعل will والمصدر. طيب ممكن تديني example مثلا مضارع تام؟ يعني هي حاضر. for example هقول لك if she has asked me، لو هي كانت سألت لي I won't say no، ما كنتش هقول لا. لو كانت هي طلبت مني ما كنتش هقول لا. ادي اف اوكي وراها present perfect، ادي فعل has تصريف ثالث، المضارع التام كان بيتكون فعل have او has تصريف ثالث، والناحية التانية will والمصدر. طب بس دي want يا مستر، ما هو يا قلبي will not دي هياها want، النفي بتاع will، مفيش اي مشكلة. تمام. يعني الدنيا كده دلوقتي لو انت بتكتب في النوتس بتاعتك، في النوت بوك بتاعتك، تكتب النوتس دي وراها، هتلاقي الدنيا لذيذه مفيش اي مشكله. كده F1 F الحاله الاولى خلصت. طيب نتكلم عن حاجه تانية، نتكلم عن F2. مالها F2 دي؟ بص قال لي F2 دي بيجي وراها past simple، المره دي بقى هشتغل في الماضي البسيط. طب والناحيه التانية انت لو ركزت اف الحاله الاولى كان وراها مضارع بسيط، فانا خليت المضارع ده في الماضي خليته past simple، وكان بيجي وراها اف الحاله الاولى will وكان ومي. طب اف الحاله الثانيه انت خليت ده ماضي، فدي هتبقى ايه؟ مش هتبقى will، الماضي من will would، والماضي من كان could او might، والانفينيتيف ايه؟ المصدر. تمام. طيب خد بالك، هو انا ممكن استخدم اف الحاله الثانيه دي في ايه؟ اف 2 دي بستخدمها في ايه؟ قال لي بستخدمها ممكن في التخيلات، وممكن استخدمها في النصيحه. تخيلات النصيحه. خد بالك برضو اف الحاله الاولى اف first conditional دي انا بستخدمها في عمل احتمالات الحاله الاولى مستقبليه، ودي حاجة طبيعية جدا لأن أنا بستخدم فيها will وكان ومي، فدي كلها احتمالات في المستقبل. دي F الحالة الأولى F1 أوكي. طيب إنما F الحالة التانية دي بعمل تخيلات أو نصيحة. طيب إيه تخيلات أو نصيحة؟ تعالى كده نشوف example وأنت هتفهم معايا. لما أقول لك for example if I had a lot of money، لو أنا معايا فلوس كتير I would help the poor، كنت ساعدت الفقراء. لو كان معايا فلوس كتير كنت هساعد الفقراء. لو جيت بصيت كده على الاكزامبل ده، بص ادي اف جميل وراها past simple، فين الباست simple؟ ادي فاعل وادي تصريف الثاني للفعل، راجع الدرس الماضي البسيط مهم جدا. طب والناحية التانية عندك would وادي المصدر. معناه بقى ايه الاكزامبل ده يا مستر؟ لو انا كان معايا فلوس كفايه، لو كان معايا فلوس كتير او فلوس كتير، انا كنت هساعد الفقراء. بس ده حاجه
بتخيلها. للاسف انا معيش فلوس كتير ومش عارف ان انا اساعد الفقراء، معيش فلوس كتير. طيب example تاني. for example if she came early، لو هي كانت جت بدري she would catch the train. لو كانت جت بدري كانت لحقت الترين، ولكن unfortunately من سوء الحظ هي ما جاتش بدري وما لحقتش القطر. فده هنا هي بتتخيل انا لو كنت جيت بدري والله كنت لحقت الترين. دي في الحالة التانية وراها past simple ماضي بسيط، والناحية التانية ادي فاعل would والمصدر. طبعا ممكن would could might والمصدر عادي مفيش اي مشكلة. طيب ايه بقى النصيحة دي؟ بص اكتر شكل هتشوف النصيحة اللي هو if I were you، وده معناه ده expression كده يعتبر معناه لو كنت مكانك. وخد بالك احنا في العادي بنستخدم الووز مع الاي، بقول I was، ولكن في اف الحالة التانية بستخدم الوير مع كل الضمائر she he it I we you they جمع مفرد. في الحالة التانية فقط بكنسل ووز دي، بكنسل ووز. يعني لو قلت لك she هتقول لي برضه where، he where. في الحالة التانية بستخدم where مع كل الضمائر. طب تعالى كده نشوف examples. أقول لك for example if I were you، لو أنا كنت مكانك I would study harder. أنا كنت هذاكر بجد أكتر بشدة أكتر. بص كده أدي if وراها I wear، ده يعتبر past simple ماضي بسيط، ماضي بسيط. أوكي. طيب المفروض يا مستر اللي احنا بنستخدم مع الاي ووز بس دي في الحاله الثانيه، فسوري في الحاله الثانيه غصب عني هستخدم مع الاي وير. طب والناحيه الثانيه ادي وود وادي المصدر. تمام. يبقى في اف الحاله الثانيه ممكن اجيب وراها past simple، الناحيه الثانيه would could might والمصدر. ماشي تمام. في اي كيس كده اي مشكله حاول ان انت توقف شويه تاخد بريك قصير كده، او ممكن تكمل لو انت لسه مركز تكتب النوتس دي بس ورايا واحده واحده. طيب اوكي. طيب تعال نتكلم عن اخر كيس في اف، اخر حاله في اف وهي اف 3، اف الحاله الثالثه. طيب خد بالك برضه انا نسيت اقول لك بس اعتقد ان انت هتكون عارفها لان انا عرفتك الطريقه. هي اف في الحاله الثانيه دي لو جبناها في النص، لو حطيناها في النص مين اللي هيبقى لازق فيها؟ مين اللي هيجي وراها؟ ها تفتكر ايه؟ قلت لك قبل كده من شويه ان اف اللي بعديها هيفضل بعديها. يعني انا مثلا لو حطيت اف في النص مين اللي هيكون قبلها؟ دول اللي هيكونوا قبلها، دول اللي هيروحوا الناحيه الثانيه. هتبقى اف اللازق فيها باس سمبل عادي خالص، اللازق فيها هيفضل لازق فيها باس سمبل، ودول اللي هيروحوا الناحيه الثانيه. تمام. طيب عشان تبقى برضو مستوعب الدنيا، مثلا الاكزامبل ده مثلا مفيش اي مشكله، انا قلت لك اف عايز احطها في النص، انت قلت لي مستر اللي لازق فيها هيفضل لازق فيها، يبقى خدها بالجمله اللي ورا I wear you. ومين اللي هيروح الناحيه الثانيه يا مستر؟ مين اللي هيتبهدل معانا؟ الجمله الثانيه اللي هي بتاعت would وكود ومايت والمصدر. فهيبقى I would study harder. انا كنت هذاكر بجد if I were you، لو كنت مكانك. بس if حطيتها في النص واللي لازق فيها هيفضل لازق فيها اللي هو الماضي البسيط. تمام. اوكي. طيب تعال نموف للبيج او F3. F3 بقى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة بستخدم وراها ماضي، بس المرة دي بقى ماضي تام، وبعدين الناحية دي would او could او might، والثلاثة دول وراهم كلمة have و past participle. اوكي تمام. فانت F3 بجيب وراها
has perfect ماضي تام، والناحية التانية would could might have تصريف ثالث past participle. طيب هي دي بتكسبرس ايه يا مستر؟ بتعبر عن ايه؟ قال لي والله تعبر عن افتراض عكس الواقع. انت بتفترض حاجة عكس الواقع، مش موجودة في الواقع، او ان انت بتفترض ان حاجة ما هيش موجودة دلوقتي. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ تعال نشوف الاكزامبل. احسن حاجة ان انت لما تكونش فاهم حاجة كويس، ما تكونش عارف حاجة كويس، تحل عليها كتير، تشوف عليها امثلة كتير، مع الحل كتير عليها هتفهمها. دايما الحل هو اللي هيفهمك الحقيقة اكتر حاجة. طيب تعال كده نشوف مثال. هقول لك for example if they had visited Aswan they would have seen the temples there. بص بقول لك ايه، لو هم كانوا زاروا اسوان فهم اكيد كانوا زاروا المعابد اللي موجوده هناك، الاثار اللي موجوده هناك. ادي ماضي تام فاعل had تصريف ثالث. طب والناحيه الثانيه عندي would have وادي الباست بارتيسيبل تصريف ثالث فعل. تمام. عارف انت بقول لك ايه؟ زي مثلا اقول لك ايه، لو كنت جيت بدري كنت لحقت السيشن بتاعتنا، بس انت ما جيتش بدري. بس ما انت ما جيتش بدري ولا لحقت السيشن. نفس الفكره، لو هم كانوا زاروا اسوان كانوا شافوا التمبلز اللي هناك، كانوا شافوا المعابد اللي هناك، بس هم ولا راحوا اسوان ولا شافوا التمبلز. طيب ممكن اكزامبل تاني؟ ممكن اكزامبل تاني. اقول لك for example if I had done my homework، لو انا كنت عملت الهومورك بتاعي I wouldn't have been punished. انا ما كنتش اتعاقبت. لو جيت ركزت كده في الاكزامبل ده اهو، ادي F وراها ايه؟ subject had past participle تصريف تالت فعل اللي هو ماضي تام. ماضي تام. طب الناحية التانية ادي would خليتها منفية مفيش مشكلة، have وادي التصريف التالت. طيب سؤال اللي احنا بنسأله، لو جبنا F3 وحطيناها في النص مين هيبقى قبلها ومين بعدها؟ يلا هجيب لك اهو F3 اهي، مين اللي هيبقى بعدها لو حطيناها في النص؟ ها وقف الشاشة كده وحاول تفكر فيها قبل انا ما اقولها. طبعا اللي هيبقى بعدها اللي بعديها هيفضل بعديه الماضي تام. طب ومين اللي هيتشحطط ويروح الناحية التانية؟ ممكن تحط would أو could أو might have والpast participle تصريف ثالث للفعل. اوكي. ففور اكزامبل تعالى كده الاكزامبل اللي فوق ده خليهولي، بس خلي لي اف في النص عادي خالص. انا هاخد اف بالجمله اللي وراها if I had done my homework. جميل خالص. طب والجملة الأولى هات بقى الجملة بتاعت would have والتصريف التالت I wouldn't have been punished. والله أنا ما كنتش هتعاقب if I had done my homework لو كنت عملت الهومورك بتاعي. تمام. دي كده F3 F الحالة التالتة، إن أنت بتعبر عن افتراض عكس الواقع بيجي وراها ماضي تام، والناحية التانية بيجي وراها ممكن would could might have وتصريف ثالث للفعل. طيب خد بالك برضو ان انت عشان تتقن الدرس ده كويس لازم تبقى متقن الباست سمبل ماضي بسيط، present سمبل مضارع بسيط، الماضي التام. ممكن تتفرج على 3 فيديوز بتاعتهم، 3 فيديوهات بتوعهم عشان يبقى الموضوع معاك سلس اكتر. لو جالك جملة في الماضي التام مبنية للمجهول، مبنية للمعلوم، صيغة سؤال في صيغة نفي، تبقى عارف انا عارف مذاكر الماضي التام. past perfect ده انا مذاكره، هكذا في الماضي البسيط وهكذا في المضارع البسيط. طيب هكتب لك كام نوت كده، هوقف الفيديو وهكتب لك كام نوتس كده وبعدين نرجع نحلهم مع بعض. طيب يلا بينا كده. بص كده الاكزامبل ده if iron is heated لو الحديد اتسخن it
turns ولا will turn into liquid. الحديد لو اتسخن هيتحول لحديد. turns ولا will turn. والاكزامبل ده if we heat this iron، لو سخنا الحديد ده it turns ولا will turn into steam. عايزك ان انت تبص عشان هجاوب على طول، وقف السكرين كده وافكر فيها وبعدين قول اجابتك، اكتب اجابتك كده بره وقول لي انت اخترت ايه. طيب if iron is heated it turns into steam، فالاكزامبل الاولاني هيبقى turns. طب اشمعنى يا مستر؟ عشان هنا بيتكلم عن فاكت حقيقه، لو الحديد اتسخن هيتحول لسائل، هينصهر فهيتحول لسائل، دي فاكت. فهنا المفروض present simple iron is heated ده مضارع بسيط في المبني المجهول طبعا، والناحيه الثانيه it turns مضارع بسيطه. تمام، ما ينفعش ولا، لان دي فاكت حقيقه. طب في الاكزامبل ده if we heat this iron، خد بالك بقى كلمه this iron دي يعني خبيثه شويه. ليه يعني؟ قاني شويه، خداع عليك كده. طب ليه؟ لان انا بقول لك الحديده دي او حته الحديده دي او الحديد ده، عندي كميه حديد معينه بقول لك this iron. انت ممكن الحديد اللي عندي ده ما بينصهرش، مثلا نوع معين ما بينصهرش. فانا طالما لو انا بتكلم عن الحديد في العموم فدي حقيقه. طب انا بتكلم عن الحته حديد او شويه حديد عندي، ممكن ينصهروا ممكن ما ينصهروش، انا ما اعرفش، ممكن هم من خصائصهم حديد جديد مثلا ما بينصهرش، فاقول لك والله it will turn. طب اشمعنى يا مستر؟ ما انا عشان حددت شويه حديد معينين، انما هنا انا كنت بتكلم عن حديد in general في العموم كفاكت كحقيقه. تمام، خد بالك من التو اكزامبلز دول. طيب بص كده if she had visited her aunt، لو كانت زارت عمتها وخالتها she would meet ولا would have met her، كانت قابلتها، كانت هتكون قابلتها. if she had enough money، لو هي معاها فلوس كتير she would buy ولا would have bought a new car. طيب برضه وقف السكرين وحاول تجاوب. في الاكزامبل الاولاني انا بص بحل كده، if عندي وراها فاعل had تصريف ثالث فده ماضي تام، يبقى الناحيه الثانيه انا حافظ if الحاله الثالثه if اللي كان بيجي وراها ماضي تام دي هي الحاله الثالثه. فالحالة الثالثة كان if ماضي تام، الناحية التانية would could might have تصريف تالت، فالإجابة would have met. thank you. طيب هنا if she had enough money، لو هي كان عندها فلوس كتير she have bought a new car. بص بقى اللي حافظ مش فاهم هيقول لي بص مستر فاعل had، يلا بينا يبقى على طول نروح نختار would have والتصريف التالت. أقول لك غلط للأسف. طب ليه يا مستر؟ انت قلت لي الماضي التام بيتكون من ايه؟ من فاعل هاد تصريف ثالث، ادي الفاعل جميل وادي هاد جميل، فين التصريف الثالث؟ كلمة انف دي معناها كاف، دي مش تصريف ثالث. ففين التصريف الثالث؟ مفيش تصريف ثالث، فاذا ده مش ماضي تام. ده ايه ده؟ بقول لك شي هاد انف ماني، هي عندها فلوس كتير، ده فاعل والتصريف الثاني من هاف وهاز. هاد ده ماضي بسيط، ده ماضي بسيط، يبقى دي الحالة الثانية مش الحالة الثالثة. اف ماضي بسيط، اف لما كان بيجي وراه ماضي بسيط دي الحالة الثانية، يبقى الناحية الثانية would او could او might والمصدر في الإجابة دي. خد بالك تريك دي عشان تعرف، في العادي هتشوف هاد فهتقول لي يلا بينا نجري على would could have might والتصريف التالت. طب انما دي هاد ما وراهاش past participle، ما وراهاش تصريف تالت، دي وراها noun. هنا في money ده فلوس كفاية ده noun. طيب برضو وقف السكرين وجاوب انت الاول. if she had to study for the exam، لو هي كانت مضطره انها تذاكر الامتحان she yesterday، هي كانت هتذاكر امبارح، وقلت لك would study ولا would have studied. برضو اللي حافظ مش فاهم هيقول لي بص انا عندي هذا اهو يبقى يلا بينا if ماضي تام من الناحيه الثانيه would او could او might have والتصريف الثالث. غلط. ليه يا مستر؟ ما هو هذا اهو، ما هو يا حبيب قلبي ايه، ركز وانت بتقرا الاكزامبل. بص كده if she الماضي التام بيكون ايه؟ فاعل had past participle. هل في هنا past participle؟ فاعل had to اصلا وstudy ده فعل في الماضي، ده مش ماضي تام. طب ركز كده معايا، هو اصلا had to دي كانت الماضي من have و has to، فده ماضي بسيط برضه، فاذا دي اف الحاله الثانيه. طب ليه يا مستر؟ ما هو ده ماضي بسيط، ده كده الجمله دي ماضي بسيط، ادي عندك فاعل ولا عندك تصريف تاني للفعل، فاعل تصريف تاني للفعل، فاذا ده ماضي بسيط. ده التصريف التاني من has to و have to، فاذا ده ماضي بسيط. if لما كان بيجي وراه ماضي بسيط كنت بستخدم would او could او might
والمصدر would study. تمام. طيب طبعا دي كل البوينتس المهم في if cases، في حالات F0 1 2 3. تمام. ان شاء الله يكون في فيديو تاني ان شاء الله. الفيديو ده هنتكلم فيه عن ال substitutions، بدائل بتاعت F. ممكن استخدم F ابدل F ب، اللي ممكن اعوض اشيل F واحط مكانها في الحاله الاولى في الحاله الثانيه. مش حابب ان انا اطول الفيديو ده عن كده، بحيث ان انت تقسم مذاكرتك، ان انت تبقى بتاخد فيديو كل يوم كل يومين، تبقى عامل بلان لنفسك، بتعرف انت بتذاكر ايه. تمام. فان شاء الله هيكون في فيديو تاني باقي حالات اف لو هي عليك في المنهج بتاعك يعني، لان هي مثلا مش على المراحل الاعداديه، ممكن مش على كل مراحل الثانوي، فهكذا يعني. That's all for today. ده كله في النهارده. We see you next video ان شاء الله. متنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك عشان تشجعنا نستمر. Thank you. Have a great day.